السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم فيديو بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم كيف ما كتشوفوا هاد الفطائر هادو كيجيو رائعين بزاف وسهلين في التحضير ديالهم، كيوجدوا بسرعة وكيصلحوا هكا للكوتي أو الفطور الصباح. المقادير ديالهم اقتصاديين وكيوجدوا بسرعة. نتمنى تجربوا الوصفة، وبلا ما نطول عليكم غادي نخليكم مع المكونات والطريقة. فغادي نبداو بسم الله على بركه الله. خديت هنايا واحد الاناء، درت فيه قبيصه ديال الملحه، غادي نضيف عليه حبه ديال البيض، ثم غادي نضيف كذلك واحد الساشي ديال الفاني. انا هنا عندي بودره الفاني، ممكن تستعملوا ساشي من السكر بنكهه الفانيلا. ثم غادي نقوم باضافه، عندي هنايا السكر، نصف كاس من السكر ما يعادل 90 غرام. وغادي نخلط هاد المكونات هذه، كنحاولوا نضربوا هذيك البيضه مزيان مع السكر حتى كيندمجوا. ثم غادي نقوم باضافه نصف كاس من الزيت ما يعادل واحد 75 مليلتر. فبالنسبه للمكونات كلها غادي نخليها لكم مكتوبه في صندوق الوصف. صافي، وكنوليو نخلطوا المكونات مزيان حتى كتحصلوا على خليط بحال هكا كريمي. ثم غادي نقوم باضافه، الان غادي نضيف الحليب، عندي تقريبا واحد 300 مليلتر من الحليب ما يعادل 2 ديال الكؤوس. صافي، وغنخلط المكونات. وغادي نضيف الان السميد. بالنسبه للسميده غادي نضيف القياس ديال 2 كؤوس من السميد، يكونوا عامرين مزيان، تقريبا واحد 300 حتى 350 غرام من السميد، السميده رقيقه اللي كنصايبوا بها البسبوسه والحرشه. وغادي نضيف كذلك 8 غرام من خميره الحلويات ما يعادل واحد الكيس، كديروا كيس ديال 8 غرام. صافي، وغادي نخلط هاد المكونات هادو. فهنايا غادي تحسوا بالخليط ديالكم باقي خفيف، فغادي نخليه انا بحال هكا لان السميده راه كتشرب. غادي نولي نغطيه ونخليه يرتاح واحد ربع ساعه. هنايا قبل ما نغطيه ونخليه يرتاح كنضيف هنايا الزبيب اللي قطعته مع شويه ديال الجوز، واحد 2 معالق كبار ديال جوز الهند الكوك، كيعطيو هكا واحد المذاق زوين، واحد القرمشه زوينه في الوصفه ديالنا. صافي، غادي نخلط المكونات. كيف ما قلت لكم راه القوام ديال الخليط ديالنا راه كيبقى خفيف شي شويه لان السميده راه مازال كتشرب. صافي، غادي نغطيه الان نخليه كيرتاح واحد ربع ساعه ونرجعوا نتلاقاو. هنايا بعد ما مرات ديك ربع ساعه غادي نوريكم القوام ديال الخليط. السميده ديالنا راه كتشرب، ها نتوما راه كتحسوا بالخليط ديالكم ثقال. فإلا حسيتوا ان الخليط باقي خفيف فزيدوا ضيفوا السميده او ضيفوا شويه ديال الدقيق. انا هنايا حسيت به شي شويه هكا مازال خفيف، غادي نضيف له واحد الملعقه كبيره ديال الدقيق. وإلا لقيتوا القوام ديالو يعني مزيان فما تضيفولوش، وإلا لقيتو عاوتاني تقال بزاف فضيفوا له شويه ديال الحليب لان السميده راه كتختلف. انا ضفت كيف ما قلت لكم معلقه كبيره ديال الدقيق. صافي، وكنخلط وغادي ندوز مباشره باش نطيب الخليط ديالي. صافي، وهنايا غادي نستعمل هاد المقلاة هادي، كيجي الشكل ديالهم هكا زويون. ممكن انكم طيبوهم غير في مقلاة عاديه، يعني كتحكموا في الحجم ديالهم حتى هما كيجيو زوينين. اللي بغيتو كانت عندكم هاد المقلاة راه كيجيو هكا زوينين في المنظر ديالهم. ولا ما كانتش عندكم راه كديروا غير مقلاة عاديه. بالنسبه لنا راه خصها تكون مهيله. ملي كنوضعوا هكا الخليط ديالنا كنخليوهم شي شويه حتى كيبانوا لينا هكا تحمروا من الاسفل وكنقلبوهم. ها نتوما نوريكم النار، شفتوا نار مهيله باش كيطيبوا لينا مزيان وما كيتخطفوش لانهم راه كيطيبوا بسرعه. الا جهدتوا النار راه غادي يتخطفوا هكا على برا ومن الداخل راه ما غاديش يطيبوا. هنايا غادي نقلبهم ملي كيبانوا لي هكا تحمروا. صافي، وغادي نخليوهم كيطيبوا كذلك من الجهه الثانيه. من الجهه الثانيه راه كيطيبوا بسرعه، يعني غير واحد ثواني كيتحمروا هكا من الاسفل. هانتوما كيجيو بحال هكا. صافي، غادي نحيد هادو تحمروا لي شي شويه اكثر من القياس، ماشي مشكل. هنا كنولي نمسح هذيك المقلاة وكنولي نوضع الخليط.
بحال هكا. فبالنسبه للمقله ما كندهنهاش لانها ما كتلصقش. الا كانت المقله ما كتلصقش راه ما تخافوش ما غاديش يلصقوا لكم. صافي هنايا غادي نقلبوهم هكا ملي نشوفوهم تحمروا من الاسفل، وكنأكد عليها ان النار خصها تكون مهيله كيف ما قلت لكم. حتى الطريقه باش تقلبوهم غير زعموا راه ساهله، يعني زعموا هكا باش تقلبوهم. صافي كنخليوهم تحمروا بحال هكا وكنديروهم في شي صحن وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي الكميه اللي عندي. فكيف ما قلت لكم راه هذا الخليط هذا خرج لي 33 حبه، يعني تبارك الله كيخرجوا واحد الكميه هكا كبيره وكيجيو زوينين بزاف هكا في الحطه ديالهم. فهانتوما شوفوا لي على المنظر كيجي فيهم واحد المنظر الصراحه زوين بزاف، وحتى المذاق ديالهم والبنه ديالهم كتجي رائعه بزاف مع هذاك العنب المجفف اللي درنا فيهم، وهذاك الجوز. ممكن ديروا الجوز، ممكن ديروا اللي متوفر عندكم، مكسرات ممكن تستغناو عليهم كاع. فكيجيو بحال هكا محمرين من جوج جهات وكيجيو رطبين، كيصلحوا هكا الفطور ديال الصباح، كيصلحوا الكوتي وساهلين بزاف التحضير وكيوجدوا بسرعه. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم ونتمنى انكم تجربوهم. فانا كيعجبوني بحال هكا مع الشوكولاته ديال الدهن الصراحه كيجيو زوينين، كيجي المذاق ديالهم زوين. ممكن تدهنوهم بالمربى، ممكن تاخذوهم غير بحال هكذاك كيجيو بنان بزاف وزوينين. وغادي نقطع لكم وحيده تشوفوهم بحال هكا. هانتوما دابا الشكل ديالهم من الداخل كيجيو هكا مهويين، كيجيو زوينين بزاف. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم ونتمنى انكم تجربوها. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم مع وصفه اخرى. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله.